أسوأ كوابيس الكرة الفرنسية كان خروجها الدرامي من تصفيات كأس العالم 94. منتخب فرنسا بعد خروجه من تصفيات كأس العالم 90 كان القرار بالإبقاء على ميشيل بلاتيني كمدير فني للفريق عشان يبدأ بيهم تصفيات يورو 92 في سبتمبر 90. واللي قرعة التصفيات كانت وقعت الفريق في مجموعة مش سهلة خالص مع اسبانيا وتشيكوسلوفاكيا، الفريقين اللي تألقوا في مونديال 90، ومعاهم ايسلندا والبانيا، وهيصعد فريق واحد بس اليورو. فرنسا بعد فشلها في التأهل يورو 88 كانت مستوى تالت، فوقعت في المجموعة الصعبة دي. الفريق لعب 5 مباريات ودية سنة 90، أهمهم كان في فبراير 90 لما كسب ألمانيا الغربية اللي هتكسب كأس العالم بعد كده 2-1 في مدينة مونبلييه فرنسا، وسجل وقتها بابان وكانتنا. وكان واضح ان الفريق بيؤدي بشكل جيد في الوديات دي، وان ده استمرار للحالة اللي وصل لها مع بلاتيني في ختام تصفيات كأس العالم. منتخب فرنسا كمان كان استفاد من تألق فريق أولمبيك مارسيليا بطل الدوري الفرنسي، واللي هيوصل نهائي أوروبا موسم 90-91، وضم عدد كبير من لعيبته زي ثنائي الهجوم جان بيير بابان وإيريك كانتنا ومانويل أمورس ولوران بلان وبرنار كازوني. فرنسا قدرت تكسب ال8 مباريات بتوع التصفيات وهزمت كل الفرق بره وجوه، وقدرت تتصدر المجموعة وتتأهل ليورو 92 في السويد. سجل جان بيير بابان 9 تجوال من ال20 جول اللي سجلتهم فرنسا في التصفيات. بابان ساعتها كان بيعيش البيك بتاعه، كان هداف الدوري 5 سنين ورا بعض من سنة 88 لسنة 92، وده إنجاز محدش حققه من وقتها. بالمناسبة كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي آخر 4 سنين ممكن يعادله السنة دي لو طلع هداف الدوري. وبنهاية سنة 91 كل المجلات والجرايد الكبيرة في أوروبا منحت بابان جايزة أفضل لاعب في العالم، ومجلة الورلد سوكر اختارت ميشيل بلاتيني أفضل مدرب في العالم كمان. فرنسا بنهاية سنة 91 كانت بترجع تاني للمشاركة في البطولات الكبيرة بعد غياب 6 سنين، وكسبانة 9 مباريات ورا بعض، وعندها ريكورد أكتر من 2.5 سنين بلا خسارة. لكن سنة 92 ما مشيتش زي آخر سنتين. الفريق لعب 4 مباريات ودية قبل يورو 92، اتعادل في 2 وخسر في 2. برغم ان يورو 92 كان فيها ألمانيا بطل العالم 90 وهولندا بطل أوروبا 88 ومنتخبات كبيرة زي انجلترا والسويد الفريق المضيف، إلا أن فرنسا بعد أدائها ونتائجها المميزة في التصفيات كانت المرشح الأول للفوز بالبطولة. قائمة الفريق في البطولة ضمت 2 لعيبة بس بيلعبوا برا فرنسا، لوران بلان اللي كان بيلعب في نابولي، وريك كانتونا اللي كان في ليدز يونايتد، و8 لعيبة من مارسيليا. القائمة كان فيها لعيبة كبار زي أمورس كابتن الفريق أو لويس فرنانديز أو بابان، بس أغلب العناصر كانت بتفتقد خبرة المشاركات في البطولات الكبيرة، وده بان قوي لما البطولة بدأت. السويد الفريق المضيف اتقدمت على فرنسا في الشوط الأول، فبلاتيني نزل كريستيان بيريز بين الشوطين فعمل اسيست حلو لبابان اتعادل بيه، وخلص الماتش 1-1. بعدها اتعادلت فرنسا مع انجلترا 0-0 في تاني المباريات، واللي بلاتيني لعبها بتحفظ ولعب ب3 في نص الملعب عشان ما يخسرش. فرنسا بقت محتاجة التعادل بس ضد الدنمارك عشان تلعب الدور قبل النهائي. بلاتيني رجع في الماتش ده ل2 في نص الملعب، ديشامب وجان فيليب دوران، وقدامهم بيريز وكانتنا، وكان واضح انه عايز يكسب الماتش. لكن لان الدنمارك كانت محتاجة تكسب هي كمان، فالدنمارك بدأت بالهجوم واستغلت ارتباك دفاع فرنسا وخطأ في الرقابة وسجلت اول 10 دقايق. الدنمارك كملت هجوم وضيعت اكتر من فرصة عشان الهدف التاني، في حين فرنسا عجزت عن تهديد مرمى الدنمارك في الشوط الاول. في الشوط التاني بلاتيني نزل فرنانديز عشان يحافظ على نص الملعب، ونتيجة ده ان فرنسا تعادل السيطرة وسجلت عن طريق بابان بعد ربع ساعة، لكن الدنمارك سجلت في اخر ربع ساعة وفرنسا خسرت 1-2 وخرجت من البطولة. خروج المنتخب من البطولة بالشكل ده كان نتيجته ان ميشيل بلاتيني قدم استقالته من تدريب المنتخب بعد 4 سنين. استمر الفريق معاه 2 سنين بلا خسارة، لكن فشل الفريق في التأهل لمونديال 90، ولما تأهل يورو 92 ما قدرش يتأهل من دور المجموعات، فاتحكم على تجربة ميشيل بلاتيني بالفشل.
الاتحاد الفرنسي اختار مساعد بلاتيني جيرار أوليه عشان يتولى قيادة منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم 94. قرعة تصفيات كأس العالم 94 وقعت فرنسا في المجموعة السادسة مع السويد وبلغاريا والنمسا وإسرائيل وفنلندا، مجموعة فيها فريقين خرجوا من الدور الأول لمونديال 90، السويد والنمسا، وإن كانت السويد بينت إنها فريق قوي في يورو 92 والمفروض يصعد منهم فريقين. أوليه خسر أول مبارياته ضد البرازيل 0-2 في ماتش ودي في باريس، بعدين خسر من بلغاريا في مستهل تصفيات كأس العالم 0-2 في صوفيا. ومع البداية المخيبة قدرت فرنسا تكسب 5 ماتشات متتالية على النمسا وفنلندا وإسرائيل بره والنمسا بره والسويد. ماتش السويد بالذات كان ماتش مهم جدا لأن السويد هي أقوى المنافسين وكسبانة كل مبارياتها، فكان لازم فرنسا تكسبها في باريس، وكسبت فعلا 2-1 بهدفين لإيريك كانتونا اللي كان مخلص موسم 92-93 مع مانشستر يونايتد وكسبان الدوري وفورمة حلوة أوي. بعد 4 شهور فرنسا كانت هتكسب السويد في السويد بجول فرانك سوزيه، لكن السويد اتعادلت في اللحظات الأخيرة. وبعد أسبوعين فرنسا كسبت فنلندا 2-0 بره عشان يتبقى لفرنسا ماتشين في باريس مع إسرائيل ومع بلغاريا، محتاجة منهم مكسب على إسرائيل أو تعادل مع بلغاريا بس عشان تتأهل، مفيش أسهل من كده يعني. لحد الدقيقة 80 ضد إسرائيل كانت فرنسا متقدمة 2-1 والدنيا تمام، لكن إسرائيل المنتخب الضعيف اللي خسر من فرنسا 0-4 على أرضه فجأة سجل هدفين في شباك برنارد لاما حارس مرمى فرنسا، وفجأة دفاع فرنسا بلان وديساي لقى نفسه بيتضرب من لعيبة مجهولة وبيخسر مباراة العودة للمونديال 2-3. بس لسه فاضل كمان فرصة تانية بعد الماتش ده بشهر، هيلعبوا منتخب بلغاريا في باريس مباراة فاصلة، الكسبان ياخد تذكرة المونديال والتعادل في صالح فرنسا والماتش في باريس. وليه تقريبا ما غيرش في تشكيلته اللي بدأ بيها ماتش إسرائيل، كانتونا اتقدم لفرنسا وبلغاريا تعادلت في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة تعادل ودي نتيجة تأهل فرنسا. لكن في الدقيقة 90 وفي لحظة أعتقد أنها الأشد بؤسا في تاريخ كرة القدم الفرنسية سجل بلغاريا هدف تكسب بيه 2-1 وسط صدمة 48 ألف مشجع فرنسي حضر المباراة وانهيار كل لعيبة فرنسا وجهازهم الفني بشكل يمكن غير مسبوق. حتى ميشيل بلاتيني كان في الملعب بيستعد للاحتفال مع الفريق، لكن فجأة ضاع التأهل الفرنسي. لعيبة فرنسا بعد المباراة كانوا منهارين وما عندهمش أي تبرير اللي حصل. بالمناسبة فرنسا في المجموعة دي في 4 مباريات ما كسبتهمش، منهم 3 اتسجل فيهم هدف في آخر دقيقة. جيرار أوليه بعد الماتش هاجم لاعب خط الوسط ديفيد جينولا اللي نزل آخر نص ساعة عشان لعب كرة عرضية سيئة ارتدت وجي منها هدف بلغاريا، وقال إن ديفيد لعب الكرة بإهمال ودي ما كانتش عادة أوليه إنه ينتقد اللعيبة بشكل علني، لكن الهزيمة حطته في جو عصبي جدا. هو عقده مع الاتحاد الفرنسي كان مستمر لحد كأس العالم، لكن بعد الهزيمة ما كانش ينفع يكمل.